السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. عواشركم مبروكه. تحيه للمتتبعين ديالي اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناه بسيطه ومتنوعه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم في قيقسات عاشوراء اولا في قيقسات حارين بجوج ديال النكهات من عجينه واحده. مقادير اللي هما بساط وكميه اللي هي كثيره. كنتمنى الفيديو يعجبكم وما تبخلوش عليا بواحد اللايك. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. اللايك ديالكم هي اللي غتخلي الفيديو يطلع ويشوفوه الناس اخرين. وما تنسونيش من البارطاج القناه الا عجبكم الفيديو. ونبداو على بركه الله. بسم الله. هنبداو على بركه الله. عندي 125 غرام ديال الزبده، الزبده المارغرين. هنايا عندي 2 معالق كبارين ديال المطارد. قلت لكم هنا عندي 2 معالق كبار ديال المطارد. هنا عندي واحد البصله موسطه محكوكه، بصله حمراء محكوكه. هنايا غنحتاج 4 ديال الفرماجات، اي نوع ديال الفرماج عندكم، مربع ولا مثلث. هنا عندي انا 4، يعني الفرماج والزبده عندي بحراره المطبخ. هنايا غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملحه. بما ان عندي المطارد فيه الملحه والفرماج فيه الملحه غندير غير معلقه صغيره. وغنحتاج معلقه صغيره ديال البزار. وغنحتاج هنايا معلقه صغيره ديال توابل البسطيله ديال الحوت، عندي معلقه صغيره. هنا عندي معلقه صغيره ديال خميره حبيبات. صافي هنايا غادي نبدا نخدم هادشي كله بيدي، يعني بما ان الزبده عندي بحراره المطبخ و كنخدم مزيان هادشي بيدي. الساعه نزيد عليه الزيت. كما قلت لكم نخدم هاد الزبده مزيان هي والفرماج ونزيد عليهم الزيت. هنا عندي كاس ديال زيت نباتيه، كاس ديال العنبه. بالنسبه للزيت الا بغيتو ديروا نص كاس ديال زيت نباتيه او ديروا نص كاس ديال زيت الزيتون، خلطوهم. اللي ما بغاش يكتفي غير بزيت نباتيه، انا هنا درت غير زيت نباتيه. صافي هنا غنخدم مزيان هاد الزبده مع الزيت. بالنسبه للثومه بودره، اللي بغى يدير الثومه بودره وما يديرش البصله، يعني اللي ما بغاش يدير البصله ما يديرهاش ويدير الثومه بودره، يعني كيبقى لكم اختيار. انا هنا ما بقاتش عندي الثومه بودره، درت بصله، يعني بصله كما قلت لكم متوسطه، حكيتها مزيان في الحكاكه رقيقه ودرتها. صافي هنايا من بعد ما خدمت داك العناصر مزيان، يعني تخدم لي داكشي مزيان البنات. من بعد ما خدمت الزبده ديالي مزيان والزيت والفرماج، هنا غندوز ندير 4 الكيسان ديال الماء. يعني بالنسبه للماء يكون عادي من الصنبور، واخا انا هنايا تحذف لي المقطع ديال فاش درت الماء. صافي هنايا غندوزو نجمعو بالدقيق. بالنسبه للدقيق خاص بالحلويات، يعني غتبداو تجمعوا العجينه ديالكم حتى تجمع لكم العجينه. غير غتجمع لكم العجينه قبل ما تجمعوا العجينه تقصح لكم شويه، غير غتجمعوا العجينه ديالكم. صافي ديك الساعه غتقسموا على العدد اللي بغيتو. بالنسبه لي انا هنايا غنقسمها غير على 2، يعني غنجمع العجينه ديالي وغنقسمها على 2 صافي. وغندير فيها النكهات اللي خصني ندير فيها. غير بدات كتجمع ليا شويه، انا جمعتها. هنايا غنقسمها على 2. النص غادي غندير فيه الزعتر، والنص غادي ندير فيه الفلفله الحمراء. هنا النص غنخليه على جنب. البنات بالنسبه لهذا النص ديال العجينه غندير فيه 4 المعالق ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر هنا عندي انا طحناه، يعني الزعتر عندي مطحون، غنديرو مع العجينه وغنزيدو الدقيق وغنزيد نخدم مزيان العجينه ديالي حتى تجمع ليا العجينه مزيان، يعني حتى توصل للقوام اللي بغيت، ما تبقاش العجينه تلاصق في يدي. صافي وديك الساعه غادي نجمع العجينه ديالي. البنات بالنسبه لهاد العجينه صافي ها هي جمعتها، هانتوما كتشوفوا القوام ديالها. دابا هنا غنخليها ترتاح، هنا غنحطها في البلاستيكه باش متنشفش ليا. صافي هنا غنغطي هاد العجينه هادي وغندوزو للعجينه الثانيه. بالنسبه للعجينه اللي خلينا غنديروا 2 معالق ديال البابريكا اولا التحميره،
وغندير 2 معالق حتى 3 ديال السودانيه على حسب الحروره اللي نتوما بغيتو في الفقاس، يعني واش بغيتوه حار ولا لا. وغنزيد الدقيق حتى هي، وغنخدم العجينه ديالي مزيان يعني حتى نجمع العجينه وندخل فيها ديك البابريكا والسودانيه مزيان صافي حتى تجمع ليا العجينه ديالي. صافي هنا غندوز حتى هي نغطيها بلاستيكه ونخليها ترتاح واحد شويه وندوز باش نبدا نقطعها. البنات هنايا نجيبوا العجينه ديال الزعتر. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه غندوزو باش نقطعوها. يعني بالنسبه للتقطاع غنقطعوا حريبلات اللي هما يكونوا صغارين ما يكونوش كبار، على قد اللاطه ديالكم. يعني بالنسبه لي انا هنايا قطعوهم شويه صغار على حسب اللاطه. غنقطع العجينه حتى نقطعها وندوز نبداو نحربلو العجينه ديالنا. غنبداو نحربلو وننزلو حتى نكملو العجينه اللي عندنا كامله، ونبداو من الاولانيه اللي حنا خدمناها نبداو نحربلوها رقيق، يعني نرقوا العجينه ديالنا مزيان وننزلوا في اللاطه. بالنسبه للاطه الا ما كانتش كتلصق ما يحتاجش تدهنوها، ولا كانت كتلصق حاولوا دهنوها بشويه الزيت اولا ديروا فيها الكاغي ديال الزبده باش ما تلصقش لكم دوك الحرابل ديالكم. صافي وغنبدا نستف الحرابل ديالي نرققهم على هذا الشكل هذا ونبدا نستف في اللاطه ديالي. يعني ما نحاولش نبعدهم بزاف، يعني غيكونوا شويه ما حيت ما كيتنفخش داك الفقاس بزاف. وهنايا غندوزو ندخلوهم الفران. بالنسبه للفران العافيه كتكون مهيله، وغندخلو الفقاس ديالنا غيتشمع علينا بحال ما هكا، يعني غيولي غير مشمع على هذا الشكل هذا. وديك الساعه صافي نجبدوهم للفران. بالنسبه لي هنايا ما تخليهمش حتى يطيبوا، غير كيتشمعوا كيوليو غير مصهدين واحد شويه صافي كتخليهم تقريبا في الفران 5 دقائق وكتجبدوهم الفران. هذه اللاطه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، يعني غير مشمع. هانتوما غير كنشمعوا تقريبا كنخليه 5 دقائق في الفران حتى 6 دقائق وكنجبدو. هنايا هذه اللاطه الثانيه. وهذه اللاطه الثالثه فيها يعني نص ديال من هذا ديال الزعتر ونص من هذا ديال الحار. خرجت لي تقريبا 3 د اللاطات. ودابا غنخليه يرتاح تقريبا واحد يبرد واحد الساعه المكانه اولا ساعه ونص، وندوز باش نقطعوه باش ندوزو نكملوا له الطياب. بسم الله. هانتوما غناخذوا شي مقص، اي مقص كتستعملوه نتوما في المطبخ ديالكم، ولا المهم شي مقص يكون نقي صافي نقطعوه به. كاين اللي كيبغي يقطع بالموس، انا هذا كيعجبني الصراحه نقطعو بالمقص. هانتوما ملي كيكون غير مصهد لنا الفقاس ما كيكون غير مصهد كيجينا يعني ساهل في التقطاع ديالو. وبالنسبه اللي ما متوفرلوش المقص وما بغاش يقطع بالمقص، ممكن تخدموا ديروا 3 ديال الحرابل دقه واحده وغتقطعوهم بالموس يكون ماضي، يعني شي موس يكون ماضي. اما بالنسبه لي انايا الصراحه كيعجبني نقطع بالمقص، كيجيني مقص عملي بزاف. هذا هو علاش كنستعمل المقص. يعني كما قلت لكم غير حاولوا على الفقاس، يعني من تدخلوا الفران دوك الفقيقسات ديالكم كتدخلوهم الفران غير تصهدوا ما يدخلهمش الطياب، غير تصهدوا صافي. بالنسبه للطياب ديال هاد الفقيقسات هادو كيحتاجوا العافيه تكون مهيله. هذا هو السر ديال الطياب ديالهم، يعني العافيه تكون مهيله وتعطيوهم الوقت ديالهم في الطياب. يعني تخليو العافيه كما قلت لكم مهيله، واللاطات يكونوا بعادين شويه على العافيه باش كياخذوا الوقت ديالهم. ديك الفقيقسات كياخذوا الوقت ديالهم في الطياب. بالنسبه لي انا هنايا عندي لاطه لتحت وعندي لاطه الفوق. بالنسبه للاطه اللي الفوق دايرها مباشره فوق العافيه، حيت انا عندي اللاطه شويه ثقيله. نتوما الا كانت عندكم اللاطه خفيفه ديروها في داك الرف اللي فوق العافيه، يعني ما تكونش مباشره فوق العافيه. والعافيه كما قلت لكم تكون مهيله، والفران يكون منفس واحد شويه باش ياخذوا الوقت ديالهم في الطياب، تقريبا ما بين ساعه حتى ساعه وربع. يعني هذا هو السر ديال الطياب ديالهم، خاصهم تكون العافيه مهيله. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات اللي شاركت معكم اليوم. يعني فقيقسات كيعطيو كميه اللي هي كثيره. هنايا عندي فقيقسات بالزعتر وفقيقسات بالحار كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى الفيديو يعجبكم. يعني وبالنسبه الصراحه للتقرميشه كيجيو مقرمشين، والسر ديالهم في الطياب. يعني بالنسبه للطياب ديالهم كما قلت لكم العافيه تكون مهيله الا بغيتوهم يجيوكم مقرمشين ويجيوكم يعني هشاشين ومقرمشين في نفس الوقت. يعني كيجيو صراحه غزالين بزاف، وكما قلت لكم كميه كيعطيونا كميه اللي هي كثيره. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وكومونتير زوين يزيد يشجعني، وبارطاجي الا عجبكم الفيديو طبعا. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.